الجمهور على اللاعبين ويحاول يستفد من هذه المسانده. فاكيد اظن بانه يحاول يلعب بسرعه ويلعب على الاطراف اكثر من اللازم. شكرا كابتن محي الدين خلف، شكرا للكابتن خالد بيومي. اذا انتقل بكم مباشره الى ملعب مصطفى تشاكير بالبليده، حيث سنتابع معكم مباشره من هناك هذه المباراه الهامه والكبيره بين المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، والتي ستتابعونها بصوت الزميلين عبد العزيز الزواوي من الجزائر على القناه الصوتيه الاولى، والزميل عصام عبدو على القناه الصوتيه الثانيه. فرجه ممتعه والى بدايه او الى نهايه الشوط الاول من هذه المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أطيب تحياتي، عصام عبدو. أحداث قمة لقاءات البطولة الإفريقية وقمة لقاءات الأحلام الكبيرة الحقيقة النهاردة، اللي بيستقبل طبعا عشاق المنتخب الجزائري، بيستقبلوا طبعا أشقائهم المنتخب المصري في هذه الليلة. عموما هي ليلة غير كل الليالي وأمسية إن شاء الله نتمنى أن نجوم المنتخبين الكبار هي ليلة الكبار كما أطلقت عليها الصحف العربية وكما تحدثت أيضا عنها الصحف الجزائرية. احتفالية كبيرة جدا جدا تليق باسم كبير للمنتخب الوطني الجزائري، وتليق أيضا باستضافة وحسن ضيافة كالعادة بالنسبة للشعب الجزائري لأشقائهم المصريين الحقيقة حامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الأمم الإفريقية. النهاردة الحقيقة هي ليلة الحرص الواضح جدا على حمل 3 نقاط، هي ليلة الحلم الحقيقة لمواصلة المشوار الكبير وهو أغلى المشاوير إن شاء الله بالنسبة للمنتخبين. عموما لازم نتفق في هذه الليلة، نتمنى إن شاء الله أن تكون ورقة هذه المجموعة الثالثة تكون بهذا الشكل الجميل وهذا الشكل الحضاري الجميل الحقيقة عندما يستقبل المنتخب الجزائري شقيقه المنتخب المصري. كل الاستعدادات حاضرة، كل الحضور الجماهيري الجميل الحقيقة النهارده هنا في ملعب مصطفى تشاكر، الرجل الحقيقه المناضل والرجل الذي تعب كثيرا جدا من اجل استقلال الجزائر. هي بلد يعني عزيزه جدا على المصريين، وايضا المصريين يعني بيعتبروا اعزاء جدا على اخوانهم من الشعب الجزائري. قنوات الاي ار تي سبورت هي التي تجمعنا في هذه الليله، واتمنى ان شاء الله لحضراتكم شخصيا ان نستمتع باحداث هذا اللقاء، والفائز نقول له طبعا الف مبروك، والخاسر نقول له هارد لك. السلام الوطني لجمهورية مصر العربية الآن. عازف السلام الوطني للجمهورية مصر العربية، وادي الحضور الحقيقة الجميل جدا، كل يعني الأشقاء الجزائريين وكل أيضا المتواجدين هنا في أحداث هذا اللقاء. والآن طبعا السلام الوطني الجزائري. عازف السلام الوطني لدى الجزائر الشقيق. أحبائي الكرام، بداية أحداث اللقاء طبعا واضحة جدا الصورة، أكثر أو حوالي 40,000 متفرج حضروا. سعر التذكرة وصل إلى قرابة 30 يورو الحقيقة، وأرقام قياسية النهاردة هتطبق الحقيقة في أحداث هذا اللقاء.
مواجهة رقم 25 في تاريخ مواجهات المنتخبين الكبيرين الجزائر ومصر، بينما هي الزيارة رقم 11 بالنسبة للمنتخب الوطني المصري اللي تشكيلته بتضع على الصورة الآن: عصام الحضري، سيد معوض، هاني سعيد، أحمد فتحي، وائل جمعة، حسني عبد ربه، محمد شوقي، أبو تريكة، عمرو زكي، محمد زيدان، وأحمد سعيد أوكا. أحد النجوم المنضمين واللقاء الثاني دوليا على فكرة لنجم نادي حرس الحدود، طبعا صاحب اللقب في النسخة الأخيرة من الكأس المصرية. المدرب طبعا هو الإمبراطور، أو هو طبعا وش السعد على الكرة المصرية، الكابتن حسن شحاتة، نجم القارة الإفريقية وأحد نجوم التدريب العالمي الآن طبعا حسن شحاتة. بينما تشكيلة المنتخب الجزائري على الصورة: جول كيبر والناس جواوي، بيلعب بمنصور وبالحاج وبوجرة، حليش، عنتر يحيى، لموشية، منصوري، زياني، غزال وجبور. بينما المدرب هو المدرب الكبير دائما طبعا رابح سعدان، هو وش السعد عام 86، ولكن يبقى طبعا محي الدين خالف وصاحب النكهة الأولى وصاحب الفرحة الأولى طبعا مع كرة القدم الجزائرية. عموما هو كرنفال جميل وسهرة كروية جميلة، والمؤشرات الحقيقة في بعض اللقاءات قد تأتي بمؤشرات إيجابية، وقد تأتي النهاردة ان احنا هنستمتع من خلال هذا اللقاء. عصام الحضري هو من سيقود المنتخب الوطني، ومن سيقود صافرة حكم اللقاء هو السيد دانيال بنت، الحكم اللي بيصل عمره الى قرابة ال 36 عام، من مواليد عام 76 تحديدا، 6 مرات افضل حكم مع جنوب افريقيا، وهو ايضا أدار 32 مباراة دولية سابقة، وكابتن المنتخب الجزائري يكمن دائما في النجم الكبير جدا يزيد منصوري. محمد روراوة والسيد أيضا سمير زاهر رئيس الاتحاد الجزائري ورئيس الاتحاد المصري النهارده بيحضروا، وكان شكل جميل جدا عندما عانق يعني كل منهما الآخر الحقيقة في رؤية جميلة جدا بتنم الحقيقة على العلاقات الوطيدة والعلاقات الجميلة اللي تجمع الشعبين الكبيرين، الشعب الجزائري بلد المليون شهيد، والشعب المصري طبعا صاحب الحضارات، والفراعنة النهارده في مواجهة حقيقية كبيرة جدا مع هذا المدرب. هو الاسم الكبير دائما في القارة الافريقية، وهو صاحب النسختين الاخيرتين، وهو احد اللعيبة الكبار عام 74، وهذا هو رابح سعدان، طبعا اسم كبير جدا الدكتور رابح سعدان. النهارده طبعا يعني زامر الحي يطرب، مدرب جزائري واخر مصري، واحلام هناك مصريه لقرابه 90 مليون، واحلام هنا جزائريه لاكثر من 30 مليون جزائري شقيق يتمنى والاخر منتخب بلده يفوز، ويتمنى ايضا الشعب المصري لدى جمهور مصر ان هي بلدهم وفريقهم يفوز. هنشوف التاكتكس وهنشوف النهارده الشغل هيمشي ازاي. ده اللاعب محمود فتح الله لاعب نادي الزمالك طبعا، واحد الاوراق النهارده اللي موجوده على مقاعد البدلاء مع حسن شحاته. لما تيجي فرصه ان شاء الله نقول لحضراتكم على بدلاء المنتخبين الكبيرين. بسم الله على بركه الله، نتمنى ان احنا نستمتع من خلال هذا اللقاء. النجم الكبير جدا محمد ابو تريكه لاعب النادي الاهلي، ومحمد زيدان لاعب نادي بروسيا دورتموند، احد النجوم اللي تالقوا طبعا في مونديال غانا 2008. ومحمد ابو تريكه الراجل رقم 2 على فكره في القاره بعد النجم الكبير جدا طبعا ادي بايور لاعب نادي ارسنال الانجليزي. المنتخب المصري هيكون على يمين حضراتكم احبائي الكرام. بدايه يوم تاريخي وبدايه لقاء تاريخي بهذا الحكم وبصافره هذا الحكم. ماليبو توكو هو المساعد الاول اللي هيكون ماسك فراوده المنتخب الجزائري، وانجيدو بوجيش هو المساعد الثاني اللي هيكون ماسك فراوده المنتخب الوطني المصري. ساعه الصفر حتى دق الان، وبدايه احداث المنتخب المصري امام المنتخب الجزائري في المواجهه رقم 25 حتى دق الان، والزياره رقم 11 بالنسبه للمصريين هنا على الاراضي الجزائريه. كانت محطات كثيره جدا منها عنابه منها وهران، ولكن في هذه الليله تحط الاقدام وتحط الرحال هنا في مدينه الورود، احد اجمل المدن الجميله، لان الحقيقه فيها مسجد جميل وفيها ايضا يعني شعائر جميله وفيها احاسيس جميله الحقيقه هنا في احداث هذا اللقاء، وفي هذه المدينه الجميله مدينه البوليده اللي بتستقبل المنتخب الوطني المصري. ادي بنان لسه احداث البدايه. هنشوف بقى اكيد طبعا يعني المنتخبين استعدوا تماما. منتخب الجزائر استعد بمعسكر في مرسيليا الفرنسيه، والمنتخب المصري كان لعب لقاء امام المنتخب العماني. هي دي كانت اخر محطه مصريه مع المنتخب الوطني المصري. مصر على يمين حضراتكم مع بدايه اللقاء. رابح سعدان باخلاق رياضيه جميله كمعتاده، لانه شخصيه من الشخصيات الرائعه جدا على فكره رابح سعدان، وهو شقيق مهم جدا لكابتن حسن شحاته اللي على الصوره، واخراج قد يوصل رساله مهمه جدا، ان الحقيقه النهارده مشوار الاثنين مدربين هو مشوار مهم للغايه. البدايه مع المنتخب المصري على طول. ثاني الكره الاماميه عمرو زكي
لاعب نادي ويجن الانجليزي، لعب 30 ماتش السنه دي عمرو. ادي الانطلاقه على طول لصالح المنتخب الجزائري، انطلاقه في العمق خطيره والتسديده ولكن في عصام الحضر. ولكن التصويبه الاولى والبدايه الجزائريه الاولى هنا بتاتي عن طريق اللاعب رفيق جبور لاعب نادي إك أثينا اليوناني. تتلعب على طول اماميه كره طويله مصريه. هذا الضغط والقوه، البدايه هجوميه طبعا بعد فوز منتخب زامبيا خلى منتخب الجزائر وخلى المنتخب المصري ما يبكيش على حاجه في هذا اللقاء، بمعنى ان الثلاث نقاط مهمين جدا بالنسبه للاخوه الجزائريين وبالنسبه ايضا للمنتخب الوطني المصري. تتلعب على طول في طرف الملعب الشمال عن طريق لاعب هنا مجيد بوجارة. مجيد يسلم الكره ليزيد منصوري لاعب نادي لوريان. مره ثانيه على طول نذير بالحاج لاعب نادي بورتسموث الانجليزي يرجع كورته في القلب ثاني هنا على طول رفيق حليج، وجنبه طبعا خالد لموشيه كلاعب ارتكاز مع المنتخب الوطني الجزائري. مره ثانيه احمد فتحي لاعب الاهلي المصري، احمد محمد شوقي حسني عبد ربه ثاني. تتلعب الكره ثانيه ابو تريكه، انطلاقه مصريه عمرو زكي. شفنا هجمه اولى مع اول ثواني اللقاء لصالح المنتخب الجزائري، ثم سيد معوض وخطا وضربه حره مباشره. النهارده طبعا الصافره التحكيميه حيكون لها دور مهم جدا، وحيكون لها طبعا يعني وضعيه حقيقيه نظرا لاهميه هذا اللقاء، احد اللقاءات المهمه الحقيقه اللي وصفتها الصحف العربيه بالكامل، لقاء الشقيقين الجزائري والمصري. مره اخرى ثانيه على طول سيد معوض ورامي التماس. ادي رامي التماس وادي سيد معوض، كان لعب اخر لقاءاته في الدوري المصري مع النادي الاهلي طبعا وعمل ماتشات ممتازه. سيد تتسلم على طول ثاني الى محمد زيدان، ترجع الكره ثاني يزيد منصوري. منصوري الكره الاماميه يضغط عمرو زكي، وفي الاخير الكره الى رامي التماس. 5 أو 24 مواجهه جمعت المنتخبين الكبيرين في السابق، منهم 6 مباريات على فكره في المواجهات الرسميه في الجزائر. الجزائر ليها علو الكعب طبعا في عدد ماتشات الفوز، 5 ماتشات مقابل 4 للمنتخب المصري. المنتخب المصري ولا زياره حقق فيها الفوز في 10 زيارات، ولكن هذه الزياره هي الزياره رقم 11. هل ممكن حسن شحاته يكتب تاريخ جديد في مواجهات المنتخبين، ام ممكن رابح سعدان النهارده يكتب هو الاخر تاريخ جديد امام المنتخب المصري؟ ذكريات عام 89 لا تنسى اطلاقا باقدام النجم الكبير جدا والقيدوم المصري طبعا مع اللاعبين حسام حسن. رامي التماس على طول من الجبهه اليمنى لصالح المنتخب الجزائري، يلعبها هنا على طول اللاعب كريم زياني نجم نادي اولمبيك مارسيليا. اللمسه على طول ثاني هنا في نص ملعب، منتخب مصر بيحاول يضغط هنا على الثلث الامامي، والمنتخب الجزائري بيلجا الى اللونج باص الان. كره طويله ضغط وقوه ثاني من هاني سعيد، ثم ضربه مرمى على رفيق جبور. بيلعب مع الدوري اليوناني على فكره رفيق جبور، احد النجوم الكبار طبعا اللي بيعول عليهم المنتخب الجزائري الكثير في بدايه اللقاء. بدايه احداث الدقائق الاولى عصام الحضري. ادي عصام 510 ماتش لعبهم مع النادي الاهلي على فكره، ولعب السنه دي 30 مباراه مع نادي سيون الفرنسي. لمسه على طول الاماميه ثاني، يضغط على كره المنتخب الجزائري مركز قوي عن طريق طرف الملعب اليمين. ادي الانطلاقه، ادي الانطلاقه الخطوره للاعب كريم مطمور، يضغط كريم ورمي التماس على حسني عبد رب. رمي التماس كريم زياني يسلم كريم ثاني، بدايه قويه جدا طبعا، مفيش مساحات بيديها المنتخب المصري للاعبي المنتخب الجزائري، وعلى نفس النهج والمنوال ايضا نفس القصه بالنسبه لمنتخب الجزائر. ادي رمي التماس على طول من الجبهه اليمنى، بدايه طبعا حيكون فيها حذر، الهدف لو جه مبكرا حيشعل احداث اللقاء لاي طرف في الطرفين. ترجع على طول ثاني اللاعب يزيد منصوري. منصوري يسلم الكره في طرف الملعب الناحيه اليمنى، تتلعب حلوه جدا جمله من كريم زياني ثم رمي التماس. ادي المساعد الاول ماليبو توكو، مساعد طاقم تحكيم من جنوب افريقيا. البطوله طبعا اللي حنكون فيها مع حضراتكم عبر قنوات الاي ار تي سبورت بعد ايام قليله، بطوله كاس العالم للقارات. سيد معوض بطن القدم اماميه طويله، منتخب الجزائر لحد الان هو الافضل في نص الملعب. المنتخب المصري تراجع في اول دقيقتين واول ثواني عمر اللقاء، بتشاهد اخطر كوره في الماتش لحد الان هي كوره طبعا لصالح المنتخب الجزائري. على طول ثاني هنا 6 اللاعب يزيد منصوري، يسلم الكره ثاني لاعب ماديرا البرتغالي رفيق حليج، يسلم كورته ثاني على طول 4 هنا في وسط الملعب. كل الكلام ده بيعمل الشغل اللاعب عنتر يحيى، يرجع ثاني الكوره، المنتخب المصري راجع بيقابل من نص ملعبه. ادي على طول ثاني رفيق لاعب ماديرا البرتغالي، يسلم كورته ثاني على طول هنا في الجبهه اليمنى كريم زياني. كريم زياني استلام ثاني على طول هنا اللاعب رقم 9 المهاجم الخطير جدا عبد القادر غزال، لاعب نادي سينا الايطالي، وقبله طبعا كان لعب مع صفوف نادي جنوا الايطالي. ادي على طول الضغط الثاني وخطا وضربه حره مباشره لصالح المنتخب الوطني المصري المره دي.
ادي هنا احمد سعيد اوكا لاعب نادي حرس الحدود، حسني عبد ربه لاعب اهلي دبي، تشكيله مع المنتخب المصري وتشكيله مع منتخب الجزائر. كره على طول اماميه طويل، ادي الانطلاقه لعمرو زكي، نجم كبير جدا طبعا، 10 اهداف في الدوري الانجليزي في اول محطاته مع الكره الانجليزيه، وفي الاخر هنا على طول الى رمي التماس. ضغط طبعا مفيش مساحات، وبينه وبين حضراتكم نجوم المنتخبين او اوراق المنتخبين كلاهما يعني كتاب مفتوح للاخر. ضربه مرمى، جمهور جزائري كبير جدا جدا حضر منذ الصباح، و5000 شرطي على فكره جزائري بيأمنوا اجواء ملعب مصطفى تشاكر، طبعا الملعب الخاص هنا في البليده في مدينه الورود. على طول تاني محمد ابو تريكه على طول احمد فتحي، الاهلي المصري احمد يسلم كورته تاني محمد شوقي على طول يسلم كورته لاحمد فتحي، محمد شوقي تاني مهاره ويضغط عليه ممتاز هنا رفيق جبور، يحاول يعدي وخطا، وضربه حره مباشره لصالح منتخب مصر. ضربه حره مباشره لصالح منتخب مصر. قول لي الزمان يرجع يا زمان من 40 عام، قول لي الزمان يرجع يا زمان من 40 عام، كانت اول قصه واول لقاء جمع المنتخبين الكبيرين على فكره في القاهره في تصفيات كاس العالم، وفي يعني كان عام 63 من زمن طويل جدا 1970، ويومها فاز منتخب مصر 1-0. طبعا صاحب اول هدف في مرمى المنتخب الجزائري هو النجم الكبير حسن الشاذلي، واحد الاسماء الكبيره اللي مرت على تاريخ الكره المصريه. ضربه حره مباشره على طول من الجبهه اليسرى، اسماء كبيره جدا مرت على تاريخ الكره الجزائريه. يبقى هذا النجم الكبير جدا هو احد ابناء القلعه البيضاء حسن شحاته على مستوى كلاعب، احترف مع نادي القصمه الكويتي، وكان احد النجوم الكبار طبعا عام 74 في بطوله كاس الامم الافريقيه. اللمسه على طول تاني حسني عبد ربه الى محمد ابو تريكه يرجع كورته تاني لاحمد سعيد اوكا، الاثنين محترمين بعض جدا، وهي دي قيمه الكبار. عندما يلتقي الكبار، عندما يلتقي المنتخب الجزائري والمنتخب المصري، لابد الفريق او لابد كل منتخب يدي للثاني تعظيم سلام، بمعنى الاحترام موجود في اول يعني 7 دقائق. كره على طول اماميه طويله، مفيش مساحه ولا زمن ولا خيال ولا ابداع لحد الان. في ضغط وقوه، في تركيز عالي جدا في كل لعيب، كل مدرب مع المنتخبين محفظه هيعمل ايه، ولكن لسه مفيش كره خطيره باستثناء طبعا الكره الاولى مع اول ثواني عمر اللقاء لصالح منتخب الجزائر. على طول الضغط تاني في نص الملعب، كره اماميه تاني سيد معوض مهاره، يحاول يعدي سيد، لعيب كويس جدا، المفتاح لعبه مهم جدا، حاله حال نزيد بالحج على فكره. 3-3 مع كل منتخب ممكن يكون له قيمه وكلمه. دانيال بيننت الحكم على طول يدي هنا رمي التماس على اللاعب كريم مطلوب. بيلعب في الدوري الالماني مع محمد زيدان، ولكن بيلعب مع نادي بروسيا مانشنجلادباخ. زيدان بيلعب مع دورتموند وهو مع مانشنجلادباخ. عرضيه سيد معوض وحشه وقصيره، عجبني جدا يزيد منصوري، عامل ماتش كويس لحد الان يزيد. تتسلم الكره تاني رفيق جبور، مهاره ولكن استخلاص ممتاز، لاعب وائل جمعه من اللعيبه المساكين الممتازين ايضا. تتسلم الكره تاني محمد ابو تريكه، اكتر اللعيبه شهره هنا في الجزائر، واكتر اللعيبه اللي عندهم مخزون من الحب داخل قلوب الجزائريين على فكره ابو تريكه. احمد فتحي باصه مش مظبوطه تاني، يطلع منتخب الجزائر رمي التماس. تيجي تتكلم على اكبر فوز حققه المنتخب المصري كان عام 2001 2002 بنتيجه 5-2 في القاهره، واكبر خساره مصر تعرضت ليها امام المنتخب الجزائري كانت 3-1، ولكن ما كانتش هنا في الجزائر، كانت في الكوت ديفوار، كانت في ساحل العاج. تتسلم الكره على طول اماميه تاني، يقطع وائل جمعه اللي بيلعب طبعا النهارده مان مع عبد القادر غزال بالتناوب مع اللاعب احمد سعيد اوكا، وخلفهم هاني سعيد. تتسلم على طول لمنتخب الجزائر في نص ملعب. الجزائر بيقابلوا بعض كويس، بيسلموا بعض كويس. ادي الانطلاقه تاني في الجبهه اليسرى، محاوله كره عرضيه، ادي الانطلاقه للاعب الكبير جدا نزيل بالحاج، ولكن شوقي النهارده افضل من لقاء زامبيا الحقيقه، واضح جدا. محمد شوقي بيعمل نفس الشغل بتاع يزيد منصوري. تتلعب الكره عرضيه خطيره جدا، ولكن يطلع الدفاع الى سيد معوض. مباراه حلوه ولقاء مش ممكن حد يكون عنده ميعاد وما يقدرش يلغيه عندما يلتقي الجزائر امام مصر او يلتقي مصر امام الجزائر. النهارده طبعا في حسن استضافه ممتازه لازم نشيد بيها للشعب الجزائري الشقيق عندما استقبل المنتخب المصري، وعندما استقبل رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. وتبقى العلاقات هي في المقام الاول، ثم كره القدم في الرياضه، ثم المتعه والاثاره، ثم النديه تتواصل، ثم احلام الجزائريين من اجل 3 نقاط، وتصطدم في هذه الليله ايضا مع احلام المصريين. لقرابه 20 عام لسه منتخب مصر لم يصل الى المونديال، والمنتخب الجزائري من عام 86 لم يصل لفرحه الوصول للمونديال. الاحلام لسه كلها ممكنه في الاقدام. كره طويله اماميه خطيره، ولكن هاني سعيد يلم الكره وحش جدا، يضغط المنتخب الجزائري. احلام وضغط قوي جدا، و40,000 مناضل جزائري، وعرضيه خطيره، ولكن يطلع تاني، ثم تصل الى احمد فتحي.
لعب دور كبير جدا يوصل نادي الاهلي من اجل الحصول على لقب الدوري طبعا في الماتش قبل الاخير في الدوري المصري. احمد فتحي تتلعب على طول اماميه الكوره، رابح سعدان كان على الصوره، مدرب عنده خبرات كبيره جدا في منطقه الخليج، ايضا مدرب عنده لقب مع نادي وفاق سطيف ولقب عربي، مدرب عنده دكتوراه في العلم، ورجل متعلم تماما، ورجل يملك من الاخلاق الرياضيه عاليه تماما. رابح سعدان 10 دقائق لعب ولا زال التعادل السلبي قائم بلا اهداف. 10 دقائق لعب ولا زال التعادل السلبي قائم بلا اهداف. وعلى ارضيه الملعب اللاعب عمرو زكي. شوف الراجل المخرج هنا بيجيب لنا كاسين يا جماعه. الماتش على فكره اخراجيا حتى يديك احساس ان المباراه مهمه، بمعنى ان اللقاء طبعا والحلم هو حلم مونديال. هذا الرجل يتقاسم طبعا مع محي الدين خالف محلنا مع شبكه راديو وتلفزيون العرب قنوات الار تي، يتقاسم ان هم الاثنين المدربين اللي عندهم الفرحه الحقيقيه مع المنتخب الجزائر عندما وصلوا الى المونديال. ادي حسن شحاته مخرج اللقاء يسمع كلامنا يجيبهم وجها الى وجه. ادي الضغط والقوه. ادي عمرو زكي، سلامات عمرو زكي. 10 اهداف زي ما قلت لحضراتكم مع الدوري الانجليزي. عمرو زكي يرجع على كورته تاني في نص الملعب، في حرص واضح جدا طبعا. كل منتخب يروح يعمل هجمه ولكن على استحياء، بيخافوا جدا طبعا، مش عاوزين تكون الناحيه الهجوميه على حساب الشق الدفاعي. تتسلم الكره تاني جميله جدا. ادي اللاعب نزير بالحاج، لاعب قيمه كبيره زي ما قلت لحضراتكم. سيد معوض مفتاح مهم قوي، واحمد فتحي مفتاح مهم قوي. منتخب الجزائر بيحاول يضغط على منتخب مصر في نص ملعبه لما بيقطعوا الكرة ويخطفوا الكرة عشان يخلي نفسه في وضعية هجوم. زيدان خطير جدا، زيدان والعرضية، ولكن إلى ركلة ركنية، هي أول ركلة ركنية لصالح المنتخب الوطني. هنشوف ولا إيه؟ أدي عمرو زكي ادى الراجل ضربة نار. أدي محمد زيدان عنده قصة كبيرة جدا في عملية الإصرار يا جماعة، إنه كيف يعني اللاعب يصنع نفسه في ظروف كانت صعبة جدا طبعا. بدايته مع الكرة الدنماركية ثم الوصول الى البوندسليغا، ولعب مع نادي من الانديه الخمسه الكبار طبعا مع نادي فيردر بريمن. الان هو مع نادي بروسيا دورتموند، مع اشقاء من الفريق الجزائري بيلعبوا مع بروسيا منشن جلاباخ. على طول اماميه الثانيه ابو تريكه، نص ملعب المنتخب الجزائري الثاني في الطرف الملعب اليمين. ادى عن طريق اللاعب رقم 2 المره دي اللاعب مجيد بوجره. 27 ماتش دولي على فكره مجيد بوجره، ولكن يزيد منصوري هو اكثر اللعيبه مشاركه دوليه مع المنتخب المصري. يكمن دائما اللاعب احمد حسن هو اللي تخطى وعدى نادي ال100 طبعا لاكثر من 153 مباراه دوليه. اللاعب احمد حسن موجود النهارده على مقاعد البدلاء مع منتخب مصر الوطني. تتسلم الكره في الجبهه اليمنى ثاني، مركز جدا منتخب الجزائر عن طريق الطرف الايمن، لسه هجماته مش موجوده عن طريق احمد فتحي. سيد معوض مركز، سيد الراجل ما يعديش منه، يحاول يعدي ولكن في الاخير الكره الى ركله ركنيه. ادي ركله ركنيه. وادي كريم زياني نجم كبير جدا طبعا. كريم زياني بيلعب في نادي من انديه الصفوه، صاحب مركز الوصيف، وهيشارك مع فريقه في دوري الابطال طبعا العام القادم. اللاعب كريم زياني لاعب نادي اولمبيك مارسيليا الفرنسي. لاعب رفيق جبور بيلعب في الدوري اليوناني. عبد القادر غزال بيلعب مع نادي السينا الايطالي، ومن قبل طبعا كان مع نادي جنوا الايطالي. ركله ركنيه لصالح المنتخب الجزائري. حكم اللقاء بيحذر، عارف طبعا اهميه الماتش وجو المباراه بينه وبين حضراتكم، يخلي لو واحد عنده 3-4 ايام بس في الكوره يعرف ان المباراه مهمه جدا. كره اماميه طويله، هو ديربي عربي طبعا ولقاءات تاريخيه منذ عام 63 وحتى هذه الليله خطيره جدا، ولكن الى ركله ركنيه في اقدام هاني سعيد. اصرار كبير عند رفيق جبور واصرار كبير جدا عند عبد القادر غزال، وركله ركنيه ثانيه على التوالي على المنتخب المصري. يجي لها هنا اللاعب نزير بالحاج. احلام الجزائريين قبل بدايه هذه المجموعه وقبل الوصول للمجموعه كان هو الوصول لكاس الامم الافريقيه. بعد التعادل خارج ملعبه امام رواندا الاحلام زادت. الان عصام الحضري يطلع الكره بالبوكس خطيره، يضغط ثاني شوقي لابو تريكه. ابو تريكه يطلع ثاني. ضغط المنتخب الجزائري ممتاز، ضغط منتخب الجزائر ممتاز جدا جدا. ادي هنا ورميه تماس، ادي رميه تماس على طول ثاني من الجبهه اليمنى. بنعتذر لحضراتكم طبعا، كان المفروض يكون معايا شقيقي وزميلي عبد العزيز الزاوي المعلق الجزائري على الصوتيه الاولى، ولكن لظروف تقنيه يعني او لظروف الحقيقه لم نقدر عليها بايدينا طبعا. دائما قنوات الار تي سبورت بتحاول ان هي ترضي كل يعني طموحات الساده العرب من شتى انحاء الوطن العربي.
على طول انطلاقه ثانيه. اتمنى ان شاء الله ان انا يعني اعطي المنتخب المصري والمنتخب الجزائري كل واحد حقه النهارده. طبعا يعني زي المقوله اللي بقول لحضراتكم دايما، العمليه تمشي 50 50 50 50 النهارده. طبعا يعني زي ما قلت لحضراتكم بدايه اللقاء مهم جدا للجزائر، ماتش مهم جدا للمنتخب الوطني المصري. هنا على طول رامي التماس، وعلى طول في الصوره دائما حسن شحاته ورابح سعده، اثنين مدربين كبار جدا. وانا عاشق لزامر الحي، عاشق للمدرب الوطني حتى لو كان في الهلولولو. ترجع الكره ثانيه على طول الخلفي لوائل جمعه، وائل جمعه لحسني عبد ربه. منتخب الجزائر محترم جدا منتخب مصر بقيمته الافريقيه ب6 نجومه الافريقيه، والمنتخب المصري محترم تماما منتخب الجزائر الحقيقه بالتركيز العالي في الماتش. مباراه تكتيكيه، مباراه محتاجه لعيبه هي اللي ممكن تعمل ابداع وتعمل خيال وتعمل ابتكار. كلام المدربين موجود وحاضر. المنتخب المصري وعلى طول هنا خطا وضربه حره مباشره، خطا وضربه حره مباشره. ادي الخطا وادي اللاعب احمد فتحي، لعيب على فكره يعني اي مدرب يتمنى مع فريقه اللاعب احمد فتحي، لعيب سوبر عنده ميزات ممتازه. زي ما اتكلمنا على يزيد منصوري وزي ما اتكلمنا على نجوم المنتخب الجزائر، بنتكلم على احمد فتحي كطرف ملعب وكلاعب عنده اصرار ولعيب عنده ستارت من الثبات عالي جدا جدا. احمد فتحي خطا على طول وضربه حره مباشره لصالح منتخب مصر. على طول كره عاليه اماميه طويله، يطلع تاني منتخب الجزائر، ترجع تاني لوائل جمعه. وائل جمعه يسلم على طول تاني نص الملعب. الان منتخب مصر بيحاول ينقل الكوره عكس اول 8-9 دقائق كان منتخب الجزائر هو الافضل. يضغط تاني منتخب الجزائر ولكن الى رمي التماس. عبد القادر غزال، واضح جدا ان وائل جمعه هو اللي بيلعب مع ليمان اللاعب رقم 9 لاعب نادي سينا الايطالي. تتسلم الكره تاني في نص ملعب الى اللاعب خالد لاموشيه لاعب نادي وفاق سطيف، وما ادراك ما وفاق سطيف الان على المنطقه العربيه، نادي محترم جدا وعنده قيمه كبيره جدا. تتسلم الكره تاني على طول ل 15 هنا في نص ملعب كريم زياني الى اللاعب مجيد بوجره. مجيد بوجره يرجع الكره تاني للخمسه اللاعب رفيق حليتش. في الدوري البرتغالي تلاقي، في الدوري الالماني تلاقي لعيبه جزائريين ما شاء الله يرفعوا الراس في كل البطولات الاوروبيه. ايضا لعيبه توانسه شمال افريقيا بالكامل. المنتخب المصري الان معاه اسماء كبيره بتلعب في انديه كبيره انجليزيه وانديه كبيره اوروبيه. هكذا حال المنتخبات العربيه وهكذا حال اللاعب العربي الان، اصبح الباب مفتوح اليه على مصراعيه. بينما لقاء اليوم هو مفتوح لكن 18 دقيقه في حذر تكتيكي واضح جدا. لم ارى حسن شحاته مشدود مثل هذا اليوم، ولم ارى رابح سعدان مشدود مثل هذه الليله، لان الليله دي ممكن تبني لك امال واحلام كبيره من اجل الوصول الى مونديال 2010. الكلام ده طبعا المدربين يعرفوه كويس، كلام والهجمات الان يعرفوه المهاجمين كويس. انطلاقه جزائريه خطيره، محاوله كره عرضيه والحضري بيطلع بالبوكس ممتاز. ترجع الكره تاني لشوقي. منتخب الجزائر خطير جدا من الجبهه اليمنى، والمنتخب المصري عنده في كرات طبعا وفي اخطاء كبيره في الجبهه اليسرى. مفيش مسانده مع سيد معوض، مفيش معاونه مع سيد معوض. مركز جدا منتخب الجزائر عن طريق الانسايد رايت، مركز جدا منتخب مصر عن طريق احمد فتحي في الثلاث دقائق الماضيه من عمر 18 دقيقه عدوا علينا سريعا جدا. رمي التماس ده احمد فتحي. محطه كانت مع منتخب الشباب طبعا مع حسن شحاته، هو احد ابناء هذا الجيل الجميل طبعا من اللاعبين. انطلاقه ثانيه زيدان خطير، زيدان ينطلق يعدي زيدان، وحكم اللقاء يمشي الكوره لصالح منتخب الجزائر، يمشي الكوره لصالح منتخب الجزائر. تروح الكوره لحارس المرمى والناس جواوي لاعب نادي اتحاد عنابه. يعني تحس حضراتكم ان رابح سعدان مركز ايضا على لعيبه محليين ومعاه لعيبه محترفين. نفس القصه مع حسن شحاته. ادي هنا محمد شوقي، مفيش ولا مكان لقدم يا جماعه، مفيش ولا مكان لقدم. النهارده كانت فرصه كبيره جدا، اللي عنده تذكره ممكن يبيعها لحوالي اكتر من $200. كله عاوز يتابع منتخب نجوم افريقيا وكله عاوز يشجع منتخب بلده منتخب الجزائر. الشخصيه الجزائريه دمها حامي، والشخصيه المصريه عندها سيكولوجيه التجمع وقت الشده، والهجمه المصريه عن طريق ابو تريكه وعن طريق الاصرار الكبير. المباراه حلوه، لقاء جميل. محمد شوقي انطلاقه مره ثانيه في الجبهه اليمنى للاعب احمد فتحي اللي بدا يركز معاه كتير جدا منتخب مصر. عمرو زكي، عمرو زكي يا زكي اتدلع يا زكي، بتقول له جماهير الكره الانجليزيه مع نادي ويجن، ولكن لحد الان لسه لم يخترق دفاعات المنتخب الجزائري الشقيق. تتسلم الكره ثاني على طول احمد فتحي. احمد فتحي تحضير الى محمد شوقي، لم كورته كويس، عدى شوقي يضغط عليه نص ملعب، تصويبه ولكن ضعيفه، ضربه مرمى، تصويبه ولكن ضعيفه، ضربه مرمى. ادي ضربه المرمى، ادي محمد شوقي. محطه طبعا كانت اولى مع النادي الاهلي، ثم محطه الاحتراف طبعا خارجي مع الكره الانجليزيه. ادي شوقي، ادي شوقي. منتخب الجزائر بيحتل الترتيب رقم 66 على مستوى العالم، افضل مركز كان حققه عام 93 في الجيل الذهبي الجميل طبعا
كان حصل على المركز ال30 عالميا، اكثر اللاعبين خد للمباريات. طبعا يبقى محي الدين مفتاح 107 ماتش، يقال طبعا الاخضر بلومي ايضا 114 مباراه، الاقاويل تختلف، ولكن يبقى الاخضر بلومي قيمه كبيره مع رابح ماجر، ويبقى مع يعني مع صالح عصاد ومع بطرومي والنجوم الكبار اللي حملوا احلام المنتخب الجزائري. 20 دقيقه لعب ولا زال التعادل السلبي قائم بلا اهداف. متوقعين ان احنا نشوف هدف مبكر في الشوط الاول عشان نستمتع مع حضراتكم، ولازم نخلي هذا اللقاء عنوانه هو الحب بين الاشقاء الحقيقه، سواء يعني مشجع جزائري او مشجع مصري، من اجل ان احنا نستمتع باحداث اللقاء. كره على طول طويله اماميه، يرد تاني على طول الجبل اليسرى للاعب نزير بالحاج، كنترول ممتاز، ثم كره اماميه يضغط احمد فتحي، عامل ماتش كويس، ولكن في ميس باص في الكره الاخيره. منتخب الجزائر بيحاول يعمل زياده عدديه في نص ملعب، تتسلم الكره تاني هنا على طول الى وسط الملعب كريم مطمور، كره اماميه ما يخليش هاني سعيد الكره الطب ورمي التماس. رمي التماس، ادي رمي التماس من الجبل اليسرى المره دي. 21 دقيقه لعب، بنقترب من منتصف احداث الهاف تايم الاول، ولا زال التعادل السلبي قائم بالاهداف. محمد زيدان يلعب كرته عرضيه على الارض، شوف حضراتكم اللعيبه مركزه جدا، حتى لو حصل ايه بره الماتش كله عامل اعداد نفسي ممتاز، كل مدرب محفظ لعيبته كويس. محمد ابو تريكه على طول تاني هنا لمحمد زيدان لابو تريكه، كعب القدم اللعيبه المهاريين. محمد زيدان كره حلوه جدا، ممكن يحاول يضغط تاني ولكن يستخلص الدفاع، خطيره جدا بدون اوفسايد، ولكن في اوفسايد، فعلا في اوفسايد وتسلل على اللاعب عمرو زكي. ظبطوها كويس او ظبطها كويس الدفاع الجزائري، واول حاله تسلل على منتخب مصر بعد حوالي 22 دقيقه. فعلا اوفسايد حقيقي جدا، وحاله تسلل حقيقيه بقراءه المساعد طبعا انجيدو بوجيش، اسمه كده انجيدو بوجيش. انطلاقه مره اخرى تاني على طول في الجبل اليسرى. 22 دقيقه لعب، بيحاول منتخب مصر وبيحاول منتخب الجزائر. الجزائر كان ممتاز جدا اول 11 دقيقه، منتخب مصر في ال 10 11 دقيقه اللي فاتوا والاخر بدا اداؤه يكون افضل. عرضيه اي كلام للاعب نزير بالحاج، ثم ضربه مرمى لصالح اللاعب عصام توفيق الحضري. ادي شوقي غريب، ثلاثه عندهم علاقه ممتازه بالاضافه لاحمد سليمان طبعا مدرب حراس المرمى، هم الاربعه اللي بيمثلوا العمود الفقري بالنسبه للمنتخب الوطني المصري. حارس مرمى ومدافع في القلب ولاعب وسط ومهاجم، كان هو مهاجم كبير جدا. دائما نكمن او دائما نتحدث على البرنس او الامبراطور حسن شحاته. كره على طول اماميه طويله ثم خطا لصالح عمرو زكي، او اداها المره دي على عمرو زكي، على اساس ان عمرو زكي هو اللي عامل خطا لصالح منتخب الجزائر. حط الكره تاني في نص ملعب، ادي اللاعب مجيد بوجره بيلعب لقاء رقم 28 دولي، يسلم تاني على طول رفيق حليج، يسلم كورته تاني في نص ملعب ل8 اللاعب خالد لاموشيه، لعيب كبير جدا خالد لاموشيه، ده من اللعيبه اللي بتعجبني شخصيا، اداء ممتاز خالد لاموشيه، بيأدي اداء ممتاز جدا، بيحاول دايما يعني قدمه ما تخرجش الكوره ميس باص كتير. محمد ابو تريكه اللمسه تاني لمحمد شوقي، لاعب نص ملعب شوقي، يرجع الكوره تاني حسني عبد ربه. لقاء منتخب مصر النهارده افضل من لقاء زامبيا، واداء منتخب الجزائر افضل من لقاء رواندا، برغم ان منتخب الجزائر كان قريب جدا من الفوز على رواندا خارج ملعبه. رمي التماس على طول من الجبل اليمنى، لا زالت لسه الاحلام موجوده. اكيد دلوقتي جمهور الجزائر وجمهور مصر الكل يتمنى انه يسجل، طبعا حلم كبير جدا، ولازم يكون عندك انتماء لوطنك، واللي ما عندوش انتماء لوطنه ما ينفعش يكون موجود في الدنيا. هي دي حال واحوال الناس، بينما حال واحوال 23 دقيقه لحد الان تعادل سلبي بلا اهداف. في المواجهه رقم 25 ما ننساش ان من عام 63 لحتى هذه الليله في 24 مواجهه سابقه، والقدم الاعلى دائما او الفوز الاعلى دائما يبقى للمنتخب الجزائري. 5 مباريات مقابل 4 مباريات في المواجهات الرسميه. منتخب مصر عنده موعد مع التاريخ لو فاز على المنتخب الجزائري في هذه الليله، والمنتخب الجزائري عنده موعد مع التاريخ مع رابح سعدان. عنده هجمات متتاليه من الجبل اليمنى، ينقل الكره ممتاز في الجبل اليسرى. نزير بالحج محطه مهمه جدا لاعب نادي بورتسموث الانجليزي، تتسلم الكره ثاني على طول في نص ملعب الى خالد لاموشيه، الى المعلم يزيد منصوري، ثم التحضير مره اخرى ثاني لعنتر يحيى لاعب نادي بوخوم الالماني، يسلم كورته على طول ثاني خالد لاموشيه. شوف الاحترام الموجود المتبادل يا جماعه، الاثنين محترمين بعض جدا، وكانهم اول مره يقابلوا بعض، اول مره ياخدوا ميعاد ويقابلوا بعض، محترمين بعض جدا، محدش فيهم قادر يخرج او يخرج كلمه ما تكونش في محلها، بمعنى ان المنتخبين محترمين بعض للغايه. لما يمسك منتخب الجزائر الكوره المنتخب المصري يتراجع، ولما ينطلق المنتخب المصري المنتخب الجزائري يتراجع. عمرو زكي ينطلق، عمرو زكي يفترق، عمرو زكي يحاول يلعب الكره في العمق تاني محمد زيدان، ثم الى ركله ركنيه، اول ركله ركنيه لمنتخب مصر بعد 24 دقيقه، اول ركله ركنيه لمنتخب مصر بعد 24 دقيقه.
نكتب كل هذا الكلام. منتخب الجزائر جات له 3 ركلات ركنيه قدر يشيلهم عصام الحضري بالبوكس. اول مره المخرج يجيب هذا الحارس والناس جواوي، حارس مرمى نادي اتحاد عنابه. ركله ركنيه على طول مصريه، بيطلع وائل جمعه وبيرجع واحد من نص ملعب، تتلعب على طول الكره العرضيه المصريه، يطلع الدفاع الجزائري. شوف الاصرار عند الجزائر موجود. حسني عبد ربه عنده تصويبه ولكن الى ضربه المرمى، عنده تصويبه ولكن الى ضربه المرمى. كان احد نجوم وافضل لعيب في البطوله الافريقيه غانا 2008. حسني عبد ربه لاعب نادي اهلي دبي، فاز بالمناسبه على فكره بالدوري الاماراتي مع فريقه ومع ناديه، وهيلعب في كاس العالم للانديه طبعا مع النادي الاهلي الامارات. كون طبعا دوله الامارات هي مستضيفه بطوله العالم للانديه، ان شاء الله ايضا قنوات الاي ار تي سبورت هتكون مع حضراتكم في ديسمبر من العام الجاري. السنه دي على فكره سنه مليانه بالبطولات الجميله، بطوله الاتحاد الدولي لكره القدم، البطولات القاريه وبطولات الفيفا بالكامل. هنا رمي التماس على طول من الجبل اليسرى عن طريق لاعب مجيد بوجره، ترجع الكره للخلف تاني عن طريق اللاعب رفيق حليج او لاعب رقم 5 فعلا، لاعب نادي ماديرا البرتغالي، يسلم كورته في الجبل اليمنى تاني. المنتخب الجزائري عمل معسكر اكثر من 15 يوم. المنتخب الجزائري اقل مركز حققه في تاريخه كان عام 2008، كان المركز ال 105 عالميا. مش هي دي قيمه الجزائر، بينما الكره في الاخير قيمه بخطا لصالح منتخب الجزائر على المنتخب الوطني المصري. ادي لاعب محمد شوقي، خطا على شوقي، نيلوك جديد بعد لقاء زامبيا. ادي هنا الضغط والقوه وادي الخطا على طول، هنا فعلا خطا واضح جدا على محمد شوقي لصالح اللاعب رقم 15 كريم زياني، لصالح 15 كريم زياني. اخراج ممتاز جدا الحقيقه النهارده في اللقاء. الراجل كل لقطه كده بيجيب لك الكاس، بيخلينا احنا كمشاهدين وكمعلقين وكعايشين احداث اللقاء من الناحيه الاعلاميه نتعايش اكثر مع اللقاء. عصام الحضري اسم كبير جدا طبعا في عالم حراسه المرمى مع كره القدم المصريه ومع القاره الافريقيه، اصبح تريد مارك، حاله حال ابو تريكه، حاله حال كريم زياني ويزيد منصوري والاسماء الكبيره مع الكره الافريقيه. هنا حكم اللقاء يتدخل ثاني وخطا يعاد، خطا يعاد. شوف حضراتكم الجماهير محتاجه تشوف اي هزه للشباك. اكيد طبعا 40,000 اللي هنا كلهم يعني ايه 40,000 ممكن يعملوا لك اصرار 120,000 طبعا، عاوزين منتخب بلدهم يتقدم. ده حال طبعا الجمهور الجزائري. وهناك طبعا في قاهره المعز في العاصمه المصريه القاهره ال90 مليون الان كله على احلام ان منتخب مصر يفوز ب3 نقاط. ضربه حره مباشره على طول اماميه طويله، يطلع الدفاع المصري اللاعب احمد سعيد اوكا. اختبار حقيقي جدا، اختبار حقيقي. محمد شوقي ممتازه، انطلاقه مساحات. محمد ابو تريكه لعيب عنده حلول كبيره. ابو تريكه لشوقي خطيره جدا مصريه، ثم العرضيه بلا متابعه. ولكن يا ولد اللعيب، شوف نزيل بالحاج، يا عيني يا معلم، يا عيني يا معلم. ولكن كره فيها خطوره، يضغط تاني على طول سيد معوض، اللمسه حلوه جدا. محمد ابو تريكه عامل ماتش ممتاز. تريكه يعدي، ابو تريكه يبحث، ابو تريكه ينطلق، ابو تريكه يفترق، يحاول يعدي بمهاره خطيره مصريه، عدى من 2 ثم زاد هنا. والكتره تغلب الشجاعه، الكتره تغلب الشجاعه. وانا قلت لحضراتكم في بدايه اللقاء ان الشخصيه الجزائريه او الجزائري دمه حامي جدا، واحد يضغط والتاني يلم والتالت جاي وراه بقيمه الاصرار. عصام الحضري على طول يطلع. ماتش حلو جدا، بنقترب من 30 دقيقه متعه، بنقترب من 30 دقيقه تاريخ، بنقترب من 30 دقيقه اثاره، بنقترب من 30 دقيقه احترام، بنقترب من 30 دقيقه قراءه كل مدرب قاري الفريق الاخر، بنقترب من 30 دقيقه. عنوان النصف ساعه الاول التركيز ثم التركيز. إضاعة فرصة خطيرة للمنتخب المصري ثم إضاعة فرصة خطيرة جدا لمنتخب الجزائر مع بداية أول ثواني عمر اللقاء. شوف أبو تريكة يتوغل إزاي، شوف يعدي إزاي. مشكلة أبو تريكة ده الحقيقة حتى الإخوان الجزائريين يتفقوا معايا إن لم يتم اكتشافه مبكرا. حاله حال الأسماء العربية الكبيرة اللي بتروح دايما بدري أوروبا لما بتشوف اللعيب بدري، إنما أبو تريكة جه شوية الأهلي متأخر. عشان كده متعتنا هتكون أيضا لسنوات قليلة. لعيب كويس ما اختلفش عليه اثنين. ابو تريكه محبوب من المحيط الى الخليج، ده حال اللعيب اللي عنده الناحيه الفنيه ماشيه مع الناحيه الاخلاقيه. تمشي على طول الكره تاني لشوقي. نصف ساعه بنقترب اليوم زي ما قلت لحضراتكم. وائل جمعه، هاني سعيد مره ثانيه. ادي هاني عنده ثقه بنفسه عاليه جدا وكانه من اصول بريطانيه، ما عندوش مشاكل. ابو تريكه بوجه القدم يرجع كورته ثاني على طول الخلف. الماتش مشي ربع ساعه ممتاز منتخب الجزائر، ثم رجع منتخب مصر وقدر يمشي اللقاء زي ما هو عايز وقرب من مرمى الحارس سجواوي. ترجع على طول ثاني وائل جمعه اماميه كره طويله. في خطوره طبعا على المنتخب الجزائري ان الربع ساعه الاول لازم يحافظ على النسق بتاعه ولازم بذل المجهود يكون فيه عمليه تساوي وتناسب طبعا وتناسق. اماميه طويله ابو تريكه يسقطها لزيدان، يضغط مره اخرى ثاني، ولكن اثنين لعيبه عاملين ماتش ولا في الاحلام.
اثنين لعيبه ارتكاز، خالد لاموشيه ويزيد منصوري، عاملين مباراه كبيره جدا جدا الاثنين لعيبه بتوع نص ملعب بتاع منتخب الجزائر الشقيق. كره على طول عرضيه عكسيه، ادي على طول العرضيه، ترجع الكره ثاني على طول ل 13 هنا لاعب كريم مطمور. كريم مطمور يرجع كورته ثاني كريم زياني، كل كره لازم يمضي عليها، كل كره لازم نجم مارسيليا الفرنسي يمضي عليها. ترجع الكره بالعكس وتغطيه عكسيه ممتازه من احمد فتحي. احمد فتحي على طول كورته طويله اماميه ثاني، هنا نص ملعب شويه في مساحات وفي جاب، بيطلب عمرو زكي حد يعمل مسانده سواء ابو تريكه وزيدان هم اللي بيتناوبوا. بدا منتخب مصر يعمل نفس النهج بتاع منتخب الجزائر، يضغط، خطا على عمرو زكي وضربه حره مباشره. انا شخصيا اتمنى وادعو ان النهارده مفيش ولا واحد من المنتخبين يخرج ولا نشوف البطاقه الحمراء اطلاقا. صدقوني هذا الكلام من القلب، صدقوني هذا الكلام من القلب. انا شخصيا اتمنى ان احنا نستمتع باللقاء. عموما انذار لعمرو زكي، انذار لعمرو زكي، وده درس مهم جدا للمهاجم او الاسترايكر ان منطقه ما فيهاش اي خطوره خالص. حتى لو لاعب جزائري كان عامل هذا الكلام كنا قلنا ان في هذا التوقيت مهم جدا الاسترايكر ما يضغطش بهذا الشكل، لان مكان بعيد خالص عن الخطوره على مرمى فريقك او دفاع فريقك. عمرو زكي بيحصل على انذار في اول نصف ساعه. ادي عمرو زكي كره طويله اماميه على طول عاليه، يحافظ عليها كويس حسني عبد ربه. ادي حسني وخطا وضربه حره مباشره. ادي حسني عبد ربه، حسني على طول ياخد على كورته خطا. ادي حسني عبد ربه هنا. الجزائر كانت فازت على هذا الملعب في 3 ماتشات على فكره. لقاء السنغال فازت 3-2، ولقاء ليبيريا وفازت 3-0، وامام غينيا فازت الجزائر 1-0. لاعب كريم زياني طبعا النجم الكبير رقم 15 كان سجل هدفين في مرمى ليبيريا، هدفين طبعا لا ينسوا اطلاقا على هذا الملعب، ملعب مصطفى الشاكر هنا في البوليده. يضغط على كورته ثاني لاعب سيد معوض، خطا وضربه حره مباشره. ماشي كويس على فكره حكم اللقاء. النهارده ان شاء الله عندنا فقره ايضا تحكيميه من خلال احداث هذا اللقاء، ان شاء الله هيكون مع الكابتن عمر بشتاوي، هيكون فقره تحكيميه للوقوف طبعا على اداره احداث اللقاء النهارده مع هذا الحكم دانيال بينت. ضربه حره مباشره على طول يجي لها اللاعب احمد سعيد اوكا، احد خريجي طبعا المدرسه العسكريه المصريه، الفريقين الكبيرين جدا طبعا طلائع الجيش ونادي حرس الحدود. ترجع الكره ثاني على طول اماميه طويله، كوره ضغط وقوه ثاني على طول هنا احمد سعيد اوكا، قوي جدا على فكره، من نفس الفصيله والنوعيه بتاعه وائل جمعه. الفصيله دي والمدرسه دي طبعا كان فتحها حسام حسن، وجات فيها يعني اسماء كبيره جدا، لعيبه بتلعب بروح قتاليه عاليه جدا مع منتخب بلدهم. خلي بالك افضل شرف للاعب كره القدم وافضل شرف ان انت ترتدي قميص بلدك، شرف يعني لا يساوي شرف. رمي التماس على طول من الجبل اليمنى، ده المساعد الاول اللي قلنا لحضراتكم عليه السيد ماليبو توكو اللي ماسك فراوده منتخب الجزائر في اللقاء النهارده. لم يشهر طبعا الرايه اطلاقا ولا حاله تسلل، حاله وحيده فقط في 32 دقيقه، 3 ركلات ركنيه لمنتخب الجزائر وركنه لمنتخب مصر. فرصه خطيره للجزائر وفرصه خطيره لمصر. الماتش ماشي سجال 50-50 50-50. ترجع الكره ثاني على طول دفاع المنتخب الجزائري، مفيش حد يدي مساحه ولا حد يدي زمن ولا حد يدي حد يفكر، ولا واحد عنده خيال وابداع النهارده ممكن يكون موجود وعنده سهوله. حتى ابو تريكه، حتى كريم زياني، حتى حكم اللقاء يمشي الكره الاخيره لصالح منتخب الجزائر. 33 دقيقه سرعه متعه، قول عنهم زي ما انت عايز تقول، ولكن حكم اللقاء يقول كلمته في الاخير ويدي خطا. ولاعب اوكا احمد سعيد اوكا يسلم الكره سيد معوض. ادي سيد، ينطلق سيد معوض، لمسه حلوه جدا يا ولد، لعيب ابو تريكه، مهاره جميله سيد معوض. 3-5 الزياده العدديه، الاصرار المصري الى محمد زيدان، هل هياخد القرار؟ يسلم لشوقي، يرجع لحسني. منتخب مصر بيقدم تلت ساعه الاخيره ممتاز. ترجع الكره ثاني لشوقي، محمد شوقي بيدور على المساحه. شوف التمركز الجزائري المتقن جدا، تمركز اوروبي يا جماعه، مصعب الامور على المنتخب المصري. زيدان ينطلق، يخترق، يحاول يعدي، ولكن يضغط الدفاع الجزائري ممتاز. هجمه جزائريه لو عملوها ممكن يكون فيها خطوره. ينطلق المنتخب الجزائري، ولكن شوف ضغط عمرو زكي فين، بيذكرنا بالضغط على الكوت ديفوار في الامم الافريقيه. مباراه كبيره وقيمه كبيره، و40 دقيقه ممكن نشوف فيها هزه للشباك. هل ممكن يكون للاخضر الجزائري ام ممكن يكون للابيض الاحمر المصري؟ انطلاقه على طول جزائريه، ولكن يا ولد لعيب النهارده المنتخب المصري يذكرك ب40 دقيقه بتاع الكاميرون، يذكرك ب40 دقيقه بتاع الكوت ديفوار، لا يذكرك اطلاقا بلقاء زامبيا، يذكرك بالاصرار المصري. وتبقى الشخصيه الجزائريه في هذه الليله تحلم وتتمنى دائما ب3 نقاط زي ما قلنا. في الوجه المقابل منتخب مصر مع حسن شحاته قادم الى مدينه البوليده، ويعرف ان هذا اللقاء هو احد الاجزاء المهمه في المفتاح للوصول لمونديال 2010. هو احد الاجزاء المهمه، لان المفتاح على فكره هتعمله على عده اسابيع وعده شهور، اخرهم نوفمبر من هذا العام،
قبل الحصول على الورقة المهمة جدا وهو الوصول إلى مونديال 2010 إن شاء الله. الماتش ده على فكرة من المباريات المهمة جدا، أو الخط المهم فيه هو خط نص ملعب. خدها مني بضمان التعليق العربي بالخبرة القليلة التعليقية الكروية. نص ملعب النهارده يكون فايق، ونص ملعب يكون عنده مفاتيح لعبة مهمة، ولعيبة تجمع اللعب كويس، والتركيز يقل عند لعيب ويظل عند لعيب بنفس الثبات، يفرق كتير جدا مع منتخب مقابل الآخر. سيد معوض ينطلق، سيد معوض يحاول يعدي، منتخب مصر بيهاجم من الشمال، المنتخب الجزائري بيهاجم من اليمين. سيد معوض عامل جيم كويس، يضغط على كورته تاني اللاعب رقم 15 احد الاسماء المهمه واللي عملت مجهود كبير جدا كريم زياني. ترجع الكره تاني لمجيد بوجره اللي بينضم من نص ملعب، وكريم يخش معاه يسلم على طول تاني هنا الى الاثنين تقدر تقوم عليهم، يعني هم البرنس وهو العمده بتاع نص ملعب، خالد لاموشيه واللاعب يزيد منصوري. النهارده على فكره في وكلاء لعيبه كتير، في سماسره كتير، وفي كره اماميه لعصام الحضري طويله، يضغط على كورته تاني، واحد يضغط والتاني وراه. المنتخب المصري واحد يضغط والتاني يستنى، وشبكه دفاعيه للمنتخبين الكبيرين. هي دي القيمه الكبيره يا جماعه. بتتكلم على ماتش بيعتبر شبه نهائي مبكر، طبعا شبه نهائي مبكر. يعني كان في سنوات ماضيه ومن سنوات ليست بالبعيده كنت ممكن تشوف الجزائر دائما في الفاينل. منتخب كبير جدا طبعا، منتخب انجم نجوم كبار جدا، رابح ماجر والاخضر بلومي وعصاد والسرباح، كل دي اسماء كبيره طبعا، جمال مناد ويعني واسماء كبيره، محي الدين مفتاح وعلي مصابيح، كل دي اسماء على سبيل الذكر طبعا، عشان ما حدش من الاخوه الجزائريين يزعلوا مننا. في هذه الليله عاوزين نقرب المسافات، في هذه الليله عايزين نستمتع باهداف، في هذه الليله بنعيش 42 دقيقه متعه من التركيز، تقارب الخطوط ممتاز، ممتاز جدا رابح سعدان، ممتاز جدا حسن شحاته، قدروا النهارده يعدوا منتخبهم ممتاز للغايه الحقيقه من حيث التركيز وغلق المفاتيح كلاهما على الاخر. دقيقتين ونصف خلاص على نهايه احداث الشوط الاول. الشوط الاول عدى عليا شخصيا وكانه 42 ثانيه، مش ممكن. انا شخصيا اتمنى اعيش مع الجزائر ومصر لمده قد تصل الى 150 دقيقه، ساعه ونصف على حساب الاي ار تي، والباقي كله على حساب المعلق الخاص للقاء. لمسه على طول ثانيه اماميه، يضغط على كورته ثاني نص الملعب، ادي انطلاقه لمجيد بوجره حلوه جدا، تلعب في العمق، يضغط هاني سعيد. النهارده هاني سعيد ما شاء الله عليه فايق وعاي، يلم على كورته كويس، ثم في الاخر الكوره الى رمي التماس. في الاخير الكوره الى رمي التماس من الجبهه اليمنى، وادي ضغط اللاعب كريم زيان. عامل حاجه جميله جدا منتخب الجزائر، هي ان طبعا مجيد بوجره لما بيلعب كباك رايت او لما منتخب الجزائر يضغط مجيد يطلع لبره ويخش اللاعب رقم 15 كريم زياني. وده الكلام اللي قلت لحضراتكم عليه، ان منتخب الجزائر النهارده عاوز يضغط على اطراف منتخب مصر. عارف ان احمد فتحي وسيد معوض اثنين لعيبه مهمين جدا وسرعه جدا، وايضا بيحاول يضغط على بوتريكا وبيضغط على زيدان، وبعض الاوقات بيلعب بعمليه المان تو مان مع عمرو زكي. هذه قراءه في 60 او في حوالي يعني قبل 100 او قبل 60 ثانيه متبقيه على نهايه احداث الشوط الاول من اللقاء. على طول تاني خالد لاموشيه يحاول يعدي، خالد استلام مع ضغط ممتاز، شوف اللاعب احمد سعيد اوكا، وخطا خطير، خطا خطير جدا جدا على منتخب مصر هنا، ياخده بحرفيه طبعا رفيق جبور. دي مهاره لعيب يا جماعه، اللي عمله رفيق جبور ده خبره كبيره جدا من رفيق، قدر يوقع اللاعب احمد سعيد اوكا هنا في خطا. هل ده ممكن خطا حقيقي؟ عموما مع عمر بشتاوي الحقيقه تكمن كما في السابق طبعا، يعني تكمن دائما مع حكامنا هنا عبر قنوات الاي ار تي سبورت. حكم اللقاء دانيال بنت، مش هو الحكم رقم واحد على فكره في جنوب افريقيا، ولكن عنده سي في يعني لا باس به. الان عنده خطا خطير جدا على المنتخب المصري من بره منطقه ال 18 على اللاعب احمد سعيد اوكا. الجماهير المصريه الان ايديها على قلبها تقول لك يا رب يا ساتر استر من الكره الاخيره، وفرق كبير جدا، مصر تخرج متعادله 0-0، وفرق كبير جدا منتخب الجزائر والاخر يخرج متقدم 1-0. كل دي طبعا احاسيس منتخبين او جمهورين. ضربه حره مباشره على طول يجي لها اللاعب نذير بالحاج، كره خطيره، الحضري والحيطه البشريه المصريه، زاويه الحيطه مفتوحه شويه، زاويه الحيطه مش مقفوله شويه. ضربه حره مباشره صالح نذير بالحاج، اخطر كرات المنتخب الجزائري مع نهايه اللقاء. رابح سعدان وترقب، مخرج اللقاء هات لنا اللقطه وابعد عن رابح سعدان لانه يهمه هذه الكره زي ما بتهمنا. على طول خطيره ولكن ضربه مرمى، على طول خطيره ولكن ضربه مرمى. اذا احبائي الكرام منتخب الجزائر لم يستفيد من كرتين خطيرتين تماما، كره مع اول ثواني عمر اللقاء وكره مع اخر ثواني الوقت الاصلي من عمر المباراه. منتخب مصر جات له فرصه خطيره عن طريق ابو تريكه، جات له يعني فرصه نص نص او شويه شويه لصالح محمد زيدان. المنتخبين اعتقد هيخرجوا الشوط الاول بالتعادل السلبي وهيخرجوا حبايب. دايما هم حبايب على فكره، في الجزائر، في القاهره، في ساحل العاج، في اي مكان في العالم
دائما طبعا ال 90 دقيقه تكون في اطار الخلق الرياضي، طبعا اللي يلعب افضل هو اللي يفوز، مفيش مشكله، هو دوت الفير بلاي، او هو ده القرار بتاع الاتحاد الدولي. كرة طويلة الأمامية الطويلة خطيرة، أحمد فتحي كرة توب، نزيل بالحج خطير، نزيل بالحج خطير، ولكن هاني سعيد ممتاز، ولكن هاني سعيد ممتاز، ده خريج مدرسة الدراويش وأحد نجوم القلعة البيضاء اللي نتمنى لها إن شاء الله الاستقرار في السنوات القادمة، إن شاء الله حيكون في استقرار لكل الأندية المصرية وأيضا الأندية العربية. محمد شوقي على طول اللمسة، أحمد فتحي على طول ما قل ودل أمامية طويلة، بنلعب في الوقت المحتسب لبدل الضائع في لقاء انتظرناه كثيرا، فلقاء يعني في لقاء كان عنوانه ساعة الصفر امتى تبتدي، يضغط على كورته تاني محمد شوقي، لمسة تاني لأبو تريكة، اللعيب اللي يكحل العين بكرة قدم جميلة، محمد أبو تريكة الدنيا كلها تحبه، حكم اللقاء يحب الآن إنه يطلق صافرة نهاية أحداث الشوط الأول، شوط أول سريع جدا، شوط أول جمع الأشقاء الكبار منتخب الجزائر أمام منتخب مصر، الفريقين حبايب في نصف أحداث مسرحية الجزائر ومصر. تحياتي عصام عبده أحبائي الكرام، على أمل اللقاء إن شاء الله والالتقاء بحضراتكم مع مطلع الشوط الثاني من هذا اللقاء، فإلى هذا الموعد. أما الآن أنتقل لزميلي الطريق إلى كأس العالم 2000.